معلومات أساسية تخلي معاكي مخبوزات الأفران هشة وطرية، وإزاي تاخد اللون الحلو ده من غير بيض ومن غير أي حاجة. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتقدري كمان تعمليها بمية. هتشوفوا معايا الخطوات سهلة وبسيطة، وأنا متأكدة إن شاء الله إن هي هتنول إعجابكم يا حلوين. شايفين معايا قدر الإمكان بقول لكم قد إيه كده هشة وطرية وخطيرة، وطعمها كان مميز جدا. أول خطوات معايا نص كيلو دقيق منخول. ده كده انا هستخدم معاكم نص كيلو دقيق. حابه تضاعفي الكميه هتضاعفي المقادير. معلقه خميره، ربع معلقه صغيره من الملح. هنا بقى اللبن البودر، لان انا هعجن بميه هيعزز معايا الطعم. وهنزل بمعلقتين كبار من السكر، تقدري تقدميها كده جنب كوبايه قهوه او كوبايه شاي. هنا تقدري تستخدمي علبه زبادي، زبادي بلدي، بتساعدك ان المعجنات بتاعتك تبقى هشه. دي اول خطوه. معايا معلقه خل. تاني خطوه معلقه صغيره من البيكنج باودر. لو خلطتيهم على بعض هتلاقي فوران كده، ده برضو بيساعدك ان المعجنات بتاعتك تبقى هشه وخفيفه معاكي. وفي برضو خطوات تانية مهمة جدا هقول لكم عليها يا حلوين، علشان حباكم تعملوا احلى مخبوزات الافران السهله البسيطه. نص كيلو دقيق هستخدم له 3 معالق من السمنه، 70 جرام من المادة الدهنية، حاجة بسيطة من الفانيليا، وهاخدهم بقى على العجان أو على إيديكي تبدأي تخدميهم. وبعد كده بقى هكمل العجن بمية، مفيش أي مشاكل. لما بتخدمي العجينة بتديكي نتيجة كويسة جدا، وخصوصا في المخبوزات. في مثلا معجنات مش بنعجنها كتير، دي الحاجات للبسكوتات مش بتخدميها، لأن هي بتبقى مش محتاجة خدمة لأنها بتاكليها بتدوب في بقك. لكن المعجنات لو خدمتيها كويس في المخبوزات بتديكي نتيجة هايلة. بعد ما خمرت معايا، طبعا احنا في الصيف ما اخدتش معايا نص ساعة وكانت خمرت. بتختلف عن الشتاء. الشتاء بتاخد وقت معاكي اطول شوية. وهنا بخرج الهواء ضروري جدا منها، وهبدأ بقى اقطعها حجم الكورة 50 جرام. كده كان الشكل اللي انتوا شفتوه معايا 50 جرام. هخلص بنفس الطريقة كده، بتبدأي تكوريها وتخلي التقفيلة لتحت، وهسيبهم يريحوا كمان 10 دقايق علشان يساعدوني في البرم. وضروري جدا هما طبعا هيدخل لهم هوا تاني، بتخرجي الهوا وبعد كده بتبرمي، وبعد كده بتجيبي تروليها كده الطرفين على بعض، خليهم الاتنين نفس اللفة. فاهمين قصدي؟ يعني العيون الحلوة اللي انا عاملاها دي كده تبقى الاتنين، مش واحدة كبيرة واحدة صغيرة. هقول لكم واوضح لكم اكتر. ولما تيجي تشيليها من الطرفين دول كده. صينيه مدهونه دهنه بسيطه من الزيت علشان تديكم اللون الحلو اللي هتشوفوه معايا. وبعد كده برولها خالص. وبعد كده هنا بقول لكم بصوا نفس اللفه، عملت واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده. ومهم جدا مراحل اللي انت تسيبي العجينه كده تريح معاكي بتفرق معاكي. بس مش هسيبها تريح زياده عن اللزوم، يعني مثلا بعد ما نخلص هسيبهم يريحوا مثلا زي 10 دقايق كمان، لان زياده عن اللزوم دي هيفتح معاكي المعجنات وهي في الفرن، مش هتبقى الطف حاجه. يعني خير الامور الوسط في كل حاجه. وسيبي مسافه ما بين كل واحده والتانيه، لان هي حجمها هيتضاعف في الخمر دلوقتي، ولما هتدخل برضو الفرن حجمها هيزيد معاكي. فكل دي خطوات خلي بالكم منها يا حلوين. وهاتي معاكم بقى الوش بحاجه سهله وبسيطه خالص من غير بيض. يعني انا الوصفه ما استخدمتش فيها اي بيض. وتقدري بديل السمنه تستخدمي زيت، مفيش اي مشاكل. بس السمنه طبعا بتديها نعومه وطعم حلو، او تعملي ميكس ما بين الاثنين. ويا سلام بقى لو استخدمت زبده، حلاوه السنين. ما شاء الله. هنا بعد ما خمرت معايا 10 دقايق كمان، جبت شويه حليب عليهم معلقه عسل اسود. ومفيش عسل اسود تقدري تستبدليه بالسكر وشويه زيت، ولمعي الوش كده ودخلي فرنك. بقى مهم جدا الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق. لو دخلتي المعجنات فرنك بارد هتاخد وقت طويل معاكي، وهتطلع ناشفه ومش هتبقى هشه وخفيفه معاكي، وهتطلع مهبطه، لان هي فيها خميره وفيها بيكنج باودر. اول ما هتشم النار معاكي لو فرنك سخن هتبدا ترفع معاكي وتطلع معجناتك هشه كده وخفيفه. هتاخد معاكي في الفرن بالظبط 10 دقايق، من 10 دقايق ل 13 دقيقه. وبعد كده بقى لما بتبقى تحت الشوايه بكرر عمليه العسل الاسود بالحليب علشان تاخد معايا لون بسرعه، مع تحريك الصينيه كده كل الاتجاهات علشان تاخد اللون الخطير ده. اتمنى بقى من احلى متابعين لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه احلى لايك وشير يا حلوين، علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو اول مره تشوفوا قناتي، انا فاتن الجندي. المتابعه هتسعدني جدا، وتعليقاتكم هتفرحني كتير.